ده تيم، طفل لطيف عنده 7 سنين، عايش في أسرة مكونة من 3 أفراد بس، هو وأبوه وأمه. أمه وأبوه بيشتغلوا في قسم التسويق في أكبر شركة حيوانات أليفة في العالم، بس بالرغم إنهم كانوا مشغولين جدا بشغلهم في الشركة إلا إنهم كانوا مخصصين وقت كافي لتيم، حواديت وأغاني ورعاية، ما كانوش حارمينه من حاجة يعني. وفي ليلة من الليالي وأبوه قاعد بيغني له وقال له إيه رأيك يا تيم لو جبنا لك أخ صغير؟ فتيم قال له شكرا يا بابا، أنا لوحدي كفاية. وبيصحى تيم من النوم زي كل يوم وبيلبس بورنيته الجميلة وبيبص بالمنظار على الشارع، فبيلاقي تاكسي بينزل طفل صغير لابس بدلة ومتشيك على الآخر وعمال بيرقص وبيخبط على باب بيته. فتيم بينزل يشوف مين الطفل المعجزة ده، فأبوه بيقول له تعالى اتعرف على أخوك الصغير الجديد. تيم كان عنده مليون سؤال، زي هو مين ده؟ طب هو لابس كده ليه؟ طب هو بيعرف يلعب كاراتيه؟ طب هو ماله بيبصلي كده ليه؟ بس الطفل الجديد ما ادالوش فرصة لكل ده وقعد يصرخ من بداية التعارف، وكان طفل متسلط جدا بيعيط لحد ما اللي عايزه يتعمل، ولو ما اتعملش يقعد يعيط ويصرخ صبح وليل، فأي وقت هو بيعيط لحد ما يتنفذ له اللي هو عايزه. وبدأ ياخد اهتمام أبو تيم وأمه وبقى بيستحمى معاه وياكل معاه. فتيم قال لأبوه وأمه لازم نتكلم شوية عن حوار الطفل أبو بدلة اللي مستحوذ على البيت ده. فالطفل اتضايق وقعد يشد المفرش بتاع السفرة هو وتيم، فأبو تيم قال له ثق فيا، هتحبه في يوم من الأيام زي ما احنا بنحبه كده. فتيم قال له عمري ما احب الكائن الغريب ده. وما بقاش فيه وقت لتيم علشان أبوه وأمه كانوا ما بيصدقوا الطفل ينام علشان يناموا هما كمان. وفي ليلة من الليالي سمع تيم صوت جاي من أوضة الطفل المعجزة، فخد مسدس الكور بتاعه وطلع يشوف فيه ايه، فسمع الطفل بيتكلم سبحان الله بيقول ما تقلقيش الوضع تحت السيطرة وهخلص المهمة قريب وكله لمصلحة الشركة. فتيم قال له انت بتتكلم ازاي؟ ده انت لسه بالبامبرز. فقال له انا البص يا ابني واعمل اللي انا عايزه وما توجعليش دماغي كل شوية، انت كبرت وبقى عندك 7 سنين دلوقتي، سيب الاهتمام بتاع ابوك وامك ليا وافسح المجال للجيل الجديد، ايه هتاخد زمنك وزمن غيرك؟ وصحي تيم تاني يوم وقال لازم بابا وماما يعرفوا الحقيقة بتاعت الطفل ده، بس لازم اجيب دليل. وجهز نفسه ونزل علشان يجيب الدليل، بس نزل تحت لقى الطفل عامل اجتماع للاطفال وبيقول لهم احنا الاطفال مظلومين في الزمن ده، زمان كنا رقم 1 بس بعد ما الناس بقت بتربي كلاب بقت الكلاب هي رقم 1. وقال لهم ان فرانسيس مدير الشركة بتاعت الحيوانات الأليفة اللي شغال فيها ابو تيم وامه عمل اعلان بيقول فيه انه هيطلق اظرف كلب صغير على الاطلاق وهيسحق المنافسين، وبما اننا شركة بيبي كورب بتاعت الاطفال والمنافسين بتوعه فانا مهمتي معرفة الكلب الصغير ده عامل ازاي علشان الشركة بتاعتنا تعرف توقفه. فتيم سجله وهو بيقول الكلام ده وخد الشريط وجري بيه علشان يسمعه لابوه وامه، بس الاطفال لحقوه وحصلت مطاردة كبيرة بين الاطفال وتيم على الشريط لحد ما تيم مسك الطفل وكان هيرميه من الشباك، بس ابوه وامه دخلوا فاتلخبط ورمى الشريط اللي فيه الدليل بدل الطفل، فابوه وامه عاقبوه علشان تصرفاته مع اخوه الصغير وحبسوه في اوضته معاه. فالطفل طلع على السرير جنبه وقال له لازم نضع خلافاتنا دي على جنب وانا هقول لك الاطفال بيجوا ازاي زي ما انت كنت عايز تعرف، بس الاول حط اللهايه دي في بقك. فتيم حط اللهايه في بقه فطاروا لحد ما وصلوا لشركه بيبي كورب، وهناك الطفل قال لتيم ان الاطفال بيجوا من هنا والشركه دي بيديرها الاطفال بس، وعلى فكره احنا ما بنكبرش، بنشرب حليب سري بيخلينا صغيرين على طول، والست اللي بتزعق دي صاحبه الشغل واسمها الطفله الزعيمه الكبيره، ودي بقى خريطه الحب في العالم. بص الكلاب منتصر على الاطفال ازاي، عماله تسرق الحب مننا، فلازم انجح في مهمتي واوقف الكلب الصغير الجديد بتاع الشركه علشان ابقى زي الاطفال الاساطير دول وابقى زي الطفل الزعيم الرهيب ده. ده كان اصغر مدير تنفيذي في تاريخ الشركه بس تقاعد من سنين وبحاول اوصل لمستواه. فتيم قال له هو انت لو نجحت في مهمتك هترجع هنا تاني؟ فالطفل قال له اه طبعا، بس ما لحقوش يكملوا كلامهم علشان الطفله الزعيمه الكبيره جت تزعق وتقول فين الطفل اللي بعتناه علشان يوقف اطلاق الكلب الصغير ده، المؤتمر خلاص بعد يومين. فرجعوا تاني البيت والطفل قال لتيم شوف لي صرفه، لو ما نفذتش المهمه هطرد، ولو اتطردت مش هيدوني اللبن السري وهبقى طفل عادي وهعيش معاك هنا على طول وهنكبر مع بعض انا وانت. فتيم قال له انا هساعدك علشان اخلص منك، اتفقنا؟ فالطفل قال له اتفقنا، وقعدوا يدوروا على اي حاجه تخص الكلب الجديد لحد ما تيم لقى ورقه مكتوب فيها ان الاباء ممكن ياخدوا اطفالهم معاهم لمكان الشغل الاسبوع الجاي، فممكن ندخل الشركه مع بابا. فالطفل قال له انت ناسي انك متعاقب؟ فتيم قال له انا متعاقب بسببك، لازم نثبت لهم اننا بنحب بعض علشان يفكوا العقاب ده. وبدا تيم والطفل يعملوا انهم بيحبوا بعض لحد ما لقى ابوه وامه بيصحوه بيقولوا له ان ده يوم اصطحاب الاطفال للشغل، يلا عشان تيجي معانا انت واخوك. وراح تيم لبس وحط الجل في شعره وراح هو والطفل الشركه، ودخلوا منطقه الكلاب ولقوا الملف بتاع الكلب الجديد، بس لما خدوه النور اتفتح واتقفشوا لحد ما لقوا فرانسيس رئيس الشركه بتاعه الحيوانات وقال لهم بصوا اللهايه دي. فالطفل قال له جبتها منين؟ دي بتاعه شركه بيبي كورب بس. ففرانسيس قال له انت مش عارفني ولا ايه؟ انا الطفل الزعيم الرهيب بس بعد ما كبرت. فالطفل قال له كنت مثلي الاعلى وخلاص سقطت من نظري. ففرانسيس قال لهم انا هحكي لكم قصتي، انا كنت مدير تنفيذي في شركه بيبي
كورب واترقيت وكنت بملك كل حاجة، لحد ما في يوم اكتشفت اني بكبر واللبن السري ما بيعملش معايا مفعول علشان ما بستحملش منتجات الألبان، فطردوني وجابوا الطفلة الزعيمة الكبيرة مكاني ونزلوني الأرض، وعشان كده أنا بنتقم منهم وهعمل كلب ما بيكبرش أبدا لدرجة إن محدش هيبقى عايز أطفال تاني. فالطفل قال له كلب ما بيكبرش إزاي؟ مستحيل. ففرانسيس قال له كان مستحيل لحد ما أنت جيت علشان آخد اللبن السري بتاعك. فتيم قال له أنا هقول لماما وبابا. ففرانسيس قال له أنا هاخدهم معايا في سفرية إطلاق الكلب وهقول لهم يسيبوكوا مع أخويا اللي هيعمل إنه مربية أطفال. وفعلا ده اللي حصل، بس تيم والطفل عرفوا يهربوا منه وكلموا بقية الأطفال علشان يعطلوه ويجروا هم يروحوا المطار يلحقوا فرانسيس قبل ما يسافر ويطلق الكلب الجديد، بس ما لحقوش الطيارة واتخانقوا لحد ما الطفل اتصل بتيم وقال له مش عارف أعمل حاجة من غيرك. ولقوا فرقة موسيقية رايحة لاس فيجاس، المدينة اللي فرانسيس وأبوه وأمه كانوا رايحينها علشان يطلقوا الكلب، فتنكروا وطلعوا الطيارة معاهم ووصلوا لاس فيجاس وراحوا منطقة المؤتمرات علشان يلحقوا فرانسيس قبل ما يقدم الكلب الجديد. ولقوا فرانسيس وأبوه وأمه على المسرح بيقدموا الكلب خلاص، فنده عليهم، فأبوه وأمه استغربوا إنهم هنا، بس فرانسيس الشرير قبض عليهم قبل ما يتكلموا وطلع تيم والطفل فوق علشان يلحقوا عملية الإطلاق بتاعة الكلب اللي كان فاضل لها دقيقتين. بس فرانسيس وقف لهم وكان هيوقعهم، بس تخلصوا منه ونزلوا وخرجوا الكلاب الباقية من صاروخ الإطلاق وأنقذوا أبوه وأمه، وخد الطفل حاجته ومشي بعد ما خلص مهمته. ورجع تيم البيت لقى ناس تبع الطفل بتنضفوا من حاجات الطفل ومنيمين أبوه وأمه مغناطيسي وبيقولوا لهم انسوا الطفل. ورجع الطفل الشركة لقاهم عاملين له حفلة علشان أنقذهم. وجي واحد من اللي بينضفوا البيت لتيم قال له عايز تنسى الطفل زي ما نسينا أبوك وأمك؟ فتيم قال له لا مش عايز أنسى. والطفل بقى ليه مكتب في الشركة وأبو تيم وأمه رجعوا يهتموا بيه تاني، وتيم كان مفتقد الطفل فراح بعت له جواب ومع الجواب مكعبات، فالطفل حن وقدم استقالته من الشركة ورجع تاني يعيش مع أسرة تيم. بكده بيكون خلص فيلمنا، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات القديمة واستنونا في الفيديوهات الجديدة، وما تنسوش تفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي حابين تشوفوه المرة الجاية. سلام.